واضحة انه القرار 64 بيقول لن يعتلي منابر مساجد جمهورية مصر العربية على عمومها واطلاقها الا من هم تابعين لوزارة الاوقاف ومن هم يمتلكون النهج العلمي للازهر الشريف. وعليه المجموعات السلفية التي كانت في ازمنة سابقة قد استطاعت أن تمرق إلى المجتمع المصري، سرقتنا، دخلت جوامعنا في البداية بحجة الخدمة، بحجة النظافة، بحجة المساعدة، بحجة تحفيظ القرآن، ثم بعد ذلك اعتلت المنابر. هذا الأمر لم يعد مقبول الآن، وهذا يعني أمر محمود يشكر له وزير الأوقاف. وعلى الجمعيات التي تريد أن تحافظ على نشاطها أن تتخلى عن التدريس. وعليه البروتوكول اللي اتعمل مع اسكندرية ومع الحصري ان اللي هيقوم بتدريس الدعاة واللي هيقوم بتدريس